كانت الأمور في مصر شديدة التوتر جدا، وده خلال عام 1880 وحتى عام 1882، وده بعد عزل الخديوي إسماعيل عن حكم مصر وتولية ابنه توفيق الحكم. الإنجليز والفرنسيين كانوا متخيلين إن خلاص مصر بقت لقمة سهلة ويقدروا يسيطروا عليها ويستفيدوا من كل إمكانياتها في ظل الخديوي توفيق المطيع ليهم تماما. لكن المفاجأة حصلت، هي ظهور الحركة الوطنية بقيادة الزعيم أحمد عرابي. مع تصاعد بقى الحركة الوطنية والثورة العرابية ضد التدخل الأجنبي في مصر، بدأت الخلافات تدب بين إنجلترا وفرنسا. يا ترى مين فيهم اللي هينفرد بالتدخل في مصر؟ إنجلترا كانت بقى محضرة للموضوع جدا، وبدأت تخطط للانفراد بمصر. عشان كده دعت لمؤتمر اسمه مؤتمر الاستانة في تركيا، اللي هي المفروض الدولة العثمانية وإن مصر ولاية عثمانية، وده بوجود الدول الكبرى الأوروبية اللي مهتمة بالشأن المصري، زي طبعا فرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا والنمسا. بعد عدة جلسات من المؤتمر، انتهى المؤتمر إن محدش ينفرد من الدول الكبرى بالمسألة المصرية، وإنهم لازم يحافظوا على سيادة الباب العالي في مصر وسيادة برضه الخديوي توفيق اللي هو حاكم مصر. ومع محاولات فرنسا لإفشال خطط إنجلترا في مصر، إلا إن إنجلترا كانت مخططة للأمر كويس، وده اللي حصل في 11 يونيو سنة 1882 في اسكندرية، فيما عرف باسم مذبحة الإسكندرية. بدأت الحكاية لما أحد الرعايا الأجانب من مالطا، وهو خادم قنصل إنجلترا في الإسكندرية، بدأ يتأجر عربية كارو من صاحبها المصري الإسكندراني، وبدأ يتجول لمدة طويلة في جميع أنحاء الإسكندرية. وفي النهاية بيحاسب المصري وبيديله أجرة قرش ساغ واحد. طبعا كانت الأجرة قليلة جدا، ولما اعترض المصري قتلوا الملطي. وبدأ المصريين من أصحاب العربيات يجروا عشان يمسكوا القاتل الملطي اللي هرب إلى بيوت وشوارع الأجانب في الإسكندرية، وبدأ الأجانب يطلقوا النار على المصريين، وحصل معارك بين الطرفين ومات فيها العشرات. وفين وفين لما جه البوليس كان الموضوع انتهى. الإنجليز بقى استغلوا الحادثة المدبرة دي لاتهام عرابي إن الأمور فلتت من الحركة الوطنية والثورة العرابية، وإن عرابي مش قادر يمسك زمام الأمور في مصر، وإنهم لازم يتدخلوا بالتعاون مع الخديوي توفيق. الإنجليز كمان خدوا من الحادثة دي ذريعة إن هم يحاصروا شواطئ الإسكندرية، وبدأ الأسطول الإنجليزي يضرب الإسكندرية في يوليو 1882 ويخشها، وكان في استقباله طبعا الخديوي توفيق. المصريين الاسكندرانية خلال الأيام دي طلعوا مثل شعبي مهم جدا ولسه عايش معانا لعند دلوقتي. المثل بيقول مية مالحة ووشوش كالحة. المثل معناه بقى إن الأجانب اللي عايشين في الإسكندرية مية مالحة يعني جايين من شواطئ الإسكندرية اللي هي شواطئ البحر المتوسط، ووشوش كالحة إنها تختلف عن الوجه المصري والوش المصري اللي هو القمحي أو الخمري، وإن وشوشهم بيضة، وده معناها إن هم باردين لأنهم بيقلبوا الحقائق ويزيفوها. المهم إن المثل الشعبي اللي قلتلكوا عليه ده اتقال في حدث تاريخي مهم جدا من تاريخ مصر، اللي هو مذبحة الإسكندرية وضرب الإسكندرية واحتلالها من الإنجليز. صحيح إن الإنجليز ما قدروش إن هم يحتلوا الإسكندرية عن طريق كفر الدوار بعد تصدي العرابيين ليهم، لكن للأسف تم الاحتلال بعد الهزيمة في معركة التل الكبير بسبب الخيانة الكبيرة اللي تعرض ليها جيش المصريين اللي هو جيش أحمد عرابي. تم احتلال مصر في 15 سبتمبر 1882. ودي بقى كانت حكاية مثل شعبي اتقال في أحداث مهمة جدا في جزء من تاريخ مصر.